السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. تعالوا نعمل كريمة الفستق الكذاب. أول حاجة معايا ربع كيلو من الفول السوداني. زي ما انتوا شايفين الفول القشرة لازقة عليه جدا لأنه لسه مش متحمص. هنرفعه على النار معاه كيس من الملح، يعني كل ربع كيلو من الفول هنحط معاه كيس كامل من الملح اللي هو حوالي 200 جرام أو كوباية ملح، ونقلب فيها لحد ما نسمع طقطقة القشرة. هتلاقوا القشرة دي بتطقطق كده ليها صوت، وبعدها هتلاقوا القشرة بتنفع تنفصل، بس طبعا بيكون سخن جدا، فهسيبه لحد ما يهدى. وبعدين ابتدي اختبره، لو لقيته بيقشر معايا هنخره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين ابتدي بقى اقشره. بعد ما اقشره هاخده في المطحنة بتاعتي وهطحنه لحد ما ينعم معايا كده ويبقى عامل زي العجينة. هو مش يعني مش هي يعني هيعجن كده، مش هيبقى بودرة او مش هيبقى سائل. فعشان انا بقى يعني احوله بقى لزبدة، هبتدي اضيف عليه او زبدة فستق. هضيف عليه اللون الاخضر واللون الاصفر، وربع كوباية من الزيت. ربع كيلو الفول عليه ربع كوباية من الزيت. و بعد كده لسه هنضيف كمان حاجة. شايفين قوامه بقى عامل ازاي؟ بقى عامل زي الطحينة بالظبط. بعد كده حطيت حوالي ربع لتر من الكريمة، من اللبن المكثف المحلى، أو كوباية يعني من اللبن المكثف المحلى، على كمية الفول والزيت اللي احنا حطيناهم دول، وضربناهم مع بعض في الكبة. اللون بقى بدأ يختلط باللبن المكثف، فهيديني لون الفستق. بنحط الاصفر بنسبة كبيرة والاخضر نقطة صغيرة جدا. انا يعني زودت اللون الاخضر شوية فطلع معايا غامق. على العموم هو يعني لونه اغمق شوية من لون البيستاشيو او من زبدة البيستاشيو، بس في الوصفات هينفعنا جدا لاننا مش هنحتاج نزود لون اخضر نعزز بيه اللون، هيكون اللون الموجود معانا كافي ومظبوط. وبكده نكون عملنا زبدة صحية وطعمها حلو جدا. تقدروا تعززوا الطعم الفستق بان انتوا تضيفوا نكهة الفستق. اشوفكم الفيديو الجاي.